ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده احنا عاملين النهارده معجنات بالعجوه. هتعجبكم ان شاء الله. عايزاكم تجربوها، وهنعمل الوصفه واحده واحده بالمقادير، وهكتب لكم المقادير برضو في صندوق الوصف، وان شاء الله تعجبكم. شايفين ما شاء الله. وزي ما انتم شايفين حبايبي بقى، دي المقادير اللي احنا هنعمل بيها ان شاء الله المعجنات بتاعتنا. شمر وينسون، وطبعا جايبين محلب لانه مهم جدا في العجين ده، والعجوه بتاعتنا طبعا زي ما انتم عارفين، وسمسم احنا محمصينه بالسمنه، وطبعا سمنه على زيت، وده كيلو ونص دقيق، بس انا هكتب لكم في مقادير الوصف مقادير كيلو. طبعا حطينا السمسم، وحطينا الشمر واليانسون، وحطينا كمان المحلب. زي ما انتم شايفين كده هنحطينا كل حاجه على الدقيق، بس السمسم انا محمصاه بالسمنه وسايباه يبرد. وهنا هنجيب طبعا ميه دافيه، هنحط فيها على الكيلو 3 معالق سكر، ومعلقه خميره كبيره. على الكيلو 3 معالق سكر ومعلقه خميره كبيره. هنسيبهم على جنب شويه زي ما انتم شايفين، وهنحط معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره بيكنج باودر زي ما انتم شايفين كده. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض قبل ما نحط السمنه. الكيلو بياخد كوبايتين سمنه من مج الشاي العادي، ونص زيت. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض زي ما انتم شايفين كده. والسمنه احنا مسخنينها هي والزيت، وذرة ملح. وهنا بقى هنبدأ نشتغل بإيدينا لحد السمنة والدقيق ما يتجانسوا مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده هنبسهم كده زي الكحك، هنفضل نبس فيهم لحد الدقيق ما عادش يبان خالص. ودي أهم خطوة في الوصفة دي. هتفضل تبسيه لما كل الدقيق يختفي. وهنا هنحط بقى الخميرة والمية. هو الكيلو هياخد كوباية مية، لكن انا عاملة اكتر من كيلو، لكن انا هسيب لكم مقادير كيلو. زي ما انتوا شايفين بقى كده هنعجنه بالمية كده. خلاص تمام، هنسيبه يريح 10 دقايق مش اكتر. 10 دقايق. على ما يريح بقى ال10 دقايق هنشوف العجوة بتاعتنا. هنحط عليها برضو شمر وينسون وقرفة وقرنفل مطحون. شمر وينسون وقرفة وقرنفل مطحون. هنحط معلقة. ده كيلو عجوة. بس انتوا عارفين ان العجوة دي بتاعتنا بتبقى ماسكة نفسها شوية، مبتبقاش سايحة قوي. زي ما انتوا شايفين كده هنفرد جزء من العجوة، احنا هنقسمه نصين، على ورقة زبدة. هنفرده خالص بسمك رقيق زي ما انتوا شايفين كده. انا فردته خالص زي ما انتوا شايفين، وهسيبه على جنب. وهعمل كمان واحدة زيها، لان احنا هنحشي حاجتين. ده اول قطعة من العجينة انا قسمتها على 3. جزء هنعمله فاضي، والجزئين التانيين هنعملهم بالعجوة. احنا هنفضل نفردها لحد ما تبقى على شكل مستطيل، وتكون كمان العجينة مش تخينة. هنفردها على قد ما نقدر. زي ما انتوا شايفين كده بفردها لحد ما ترق معايا خالص. بفضل افرد فيها بالمردنة لحد ما ترق خالص.
علشان العجينة كمان في نفس الوقت ما تبقاش تخينة. زي ما انتوا شايفين كده. احنا بقى هنطبق جزء في جزء، يعني هنحط كده للنص، ده مستطيل بس عشان المكان عندي صغير فالتصوير مش باين بالكامل يعني كده. وهنطبق ده فوقه، يعني هيبقى زي توريقة كده عشان يبقى مورق من جوه، ونرجع نعيد عليه تاني بالمردنة لما نخليه مفرود خالص. زي ما انتوا شايفين كده بنفرده قوي، وبعد كده هنشكله زي ما انتوا شايفين كده. احنا شكلناه بالطريقة دي. ده اول جزء من العجينة. زي ما قلت لكم انا قطعت العجينة على 3، كل جزء هيتشكل بطريقة. ده الجزء الفاضي. ما شاء الله طلع ريحته حلوة قوي وطعمه كمان جميل قوي. ده الجزء التاني بقى برضو هنفرده قوي، برضو العجينة تبقى رقيقة. وانتوا شفتوا احنا خلينا العجوة رقيقة خالص عشان المعجنات تبقى يعني خفيفة مش تخينة. زي ما انتوا شايفين كده هنحط عليها العجوة، وهنعمل طبقة تانية برضو رقيقة زيها. العجوة دي عشان بتاعتنا احنا اللي عاملينها فبتبقى متماسكة غير اللي بنشتريها جاهزة من بره، حتى في الفرد بتبقى تقيلة شوية. وادي كمان الجزء التاني اللي احنا فردناه برضو، وهنطبق كل ده على بعضه. هنساوي طبعا زي ما انتوا شايفين كده. وهنا برضو هنشكلهم. ولو وصلت هنا معايا للفيديو ما تنسيش لايك وشير، ولو مش مشتركة في القناة بتاعتي تشتركي وتنورينا. واهم حاجة تدعموني بلايك. زي ما انتوا شايفين كده شكلناها بسرعة، على فكرة ما بتاخدش وقت خالص. شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله طالعة مظبوطة. العجينة نفسها كمان حلوة قوي. دي تالت جزء الاخير. احنا فردنا برضو العجينة على شكل مستطيل عشان هنا هنعمل رول. حطينا فوقه العجوة، الجزء التاني من العجوة، حطينا الجزء التاني من العجوة. وهنا هنبدأ ايه نظبط الدنيا وهنلفه على شكل رول. ما شاء الله طالع تحفة. زي ما انتوا شايفين كده. وهنا شكلناه بالطريقة دي، طالع ما شاء الله تحفة. يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها، وهتعجبكم اكتر لما تجربوها.